اهلا بيكم في حلقه جديده من بيتنا بودكاست مع ريم احمد وطه خليفه. مع طه خليفه وريم احمد، على طول مبسوطين، على طول سعداء، على طول فرحانين. وجود طه خليفه في حياتكم. طه نعم. هو مش عارفه، حاسه ان الالوان مش احلى حاجه مع بعض. طب انا ساكت من ساعه ما نزلنا من البيت. يعني ايه رمادي مع ازرق؟ هو ده ازرق ده كحلي. لا أزرق. رمادي مع ازرق، رمادي مع ازرق. يعني رمادي وازرق ايا كان، ايه المشكله؟ لايقين طبعا على بعض. مش عارف، وانا مش شايف ان اي مشكله مع الازرق لا رمادي بالاخضر واخضر واسود وجينز وابيض. انا تمام، انا بلبس اللي يعجبني. طيب احنا النهارده هنتكلم عن موضوع شائك جدا وهو مثل شعبي طول عمرنا بنسمعه. ايوه، وهو كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. فاحنا عايزين نعرف هو ليه ناكل اللي يعجبنا. ايوه، وليه نلبس اللي يعجب الناس. ما احنا احرار. لان فضلنا حبه حلوين يعني. في كمان هو على فكره مثل شعبي قديم جدا يعني معدي. انا قريت، انا طبعا ما اعرفش ما مدى مصداقيه جوجل برضو، بس انا قريت المرجع. قصدي المرجع. قريت ان هو مثلا من 1400 سنه يعني. ده مثل، وبص مكمل معانا بقالنا قد ايه بكل التطورات اللي حاصله. ما اعرفش 1400 سنه مكتوب كده، الله اعلم. يا ريم، اقول لك حاجه، ده مكتوب اسم اللي قايله، فانا حسيت انه يا اسمه جماعه ايه؟ احمد. لا اسمه احمد او اشرف يعني مش هنهزر. ماشي، مش عارفه. ماشي، يمكن يبقى صح. يعني الله اعلم. ماشي. فقعدت اقول، وقفت كده. احنا دلوقتي في 2000، احنا بقينا 26 صح؟ كل سنة وانتم طيبين. 2000 كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم. احنا 2026 اهو بالمناسبه، افتكرنا واحنا ما بقيناش بنعد يا جيمي والله. يعني عارفه 25 عدت بكل اللي فيها، و26 هتعدي بكل اللي فيها برضه، بكل صدر رحب. وهي ايام وبنعيشها. خلاص احنا كده طالعين نعمل بؤس، بندي للناس بؤس وكآبة. ويعني اللي ما عرفناش نحققه في 25 ان شاء الله يتحقق في 26. هنحققه في 26 هيتحقق في 27 28. ربنا يدينا طول العمر ونحقق كل احلامنا كلنا وشويه طاقه ايجابيه. مالك يا طه في ايه؟ حلمه في الجنه، حلم ابليس في الجنه لما تحققوا اللي انتوا عايزينه. انا داخل السنه بطاقه. معلش يلا ما علينا، نرجع تاني لموضوع حلقتنا. ايوه فضل. وهو كل اللي يعجبك. ايوه، والبس اللي يعجب اللي يعجب الناس. طبعا احنا هنقول هقول رايي انا وطه في المثل، وهنقول لكم الابديتس بتاعته. بس في البدايه انا عايزاكم انتوا تقولوا لنا رايكم برضو. يعني انا عايزه اسمع اراء الناس. هل فعلا واحنا في 2026 لسه ناس ماشيه بالمثل ده، اللي هو مثل قديم جدا بقاله اكتر من 1000 سنه يعني، لو الكلام ده حقيقي ومتوارث ورا الاجيال، ان ان تمشي ورا اكلك كل اللي انت عايزه، من منطلق يعني ان هو ايه، الاكل ده شهوتك الخاصه يعني. انت اللذه بتاعتك او حاجه. صحيح. فانت هتاكل اللي انت عايزه، محدش ليه دعوه. مثلا في ناس بتحب الفسيخ، في ناس بتحب انا ما بحبش الفسيخ خالص، ما بقدرش. فايتها كتير والله العظيم. اللي ما بياكلش ملوحه وفسيخ وسردين والقصه الجميله دي فايته كتير. ماليش فيها خالص. بعتذر لاي حد محب فسيخ، انا بعتذر لكم، بس انا ما بحبهاش. باكل الرنجه بس. والبطارخ المرمله. احنا ده حلقه تانية. احنا دخلنا في شم النسيم. مش عارف، انا في ملك الرنجه. احنا كده دخلنا في حلقه تانية. صح. فنكمل بقى اللي احنا فيه. فكره ان الاكل ده بيبقى لذة شخصيه او حاجه بتاعت البني ادم، انما اللبس الناس هي اللي بتشوف. في بقى في ناس بتقولك ان اللبس ده مش حاجه خاصه بيك. يعني لا، دي حاجه خاصه بالناس، دي حاجه ملكيه عامه. يا سلام. يا حلاوه. يعني هما في كلام ان في مين اللي بيقولوا كده؟ انا بقولك بسرش على جوجل كل مره يسالني نفس السؤال. ما هي دي ارتكلز وناس كاتبه وبتاع، فبقولك اراء ناس. مين المرجع؟ مش فاكره المرجع. لا مش فاكره المراجع. هكتب لك المره الجايه المراجع. هل هسالك سؤال؟ العهده على جوجل. العهده على جوجل. ماشي. طيب سؤال بقى دلوقتي، هل بتفرق ما بين برج وبرج مثلا؟ يعني انا مثلا انا عارف ان انا البرج بتاعي الابيرنس بتاعه قدام الناس بيبقى مهم، فده ممكن ياكل اللي يعجب الناس ويلبس اللي يعجب الناس. اوكي، يعني وانت مع حد او خارج مع حد تاكل الاكل اللي يعجبه، اللي يبقى مثلا ايه ده بياكل سوشي، ايه ده بياكل تانكيني، اسمه ايه؟ يعني ممكن يبقى بياكل حاجه هو ما بيحبهاش، مش ما بيحبهاش او بيحبها.
انت ده بياكل فسيخ في اي حته قدام اي حد، فاكيد هاكل اي حاجه تانية. يعني هاكل مال اليتيم، يعني اللي ياكل فسيخ ده بياكل كل حاجه، وصل لاعلى مرحله من تاكلش كل حاجه، في حاجه ما بتحبهاش؟ لا ما كلها، الكوسه بقيت باكلها. ما بتاكلهاش في جميع حالاتها يعني؟ ما هاكلها. ماشي، يعني نعمل حلقه تانية عن الاكل. نجيب الاكيل مراد مطر. ايوه. فممكن يبقى البرج بيأثر في فكره ان انت بتبقى عايز ترضي الاخرين. ما هو اصل المثل ده فيه فكره الارضاء، ان انت عايز أيوة، ترضي انت الناس. عايز ترضي الناس. بص هو ده طبعا ممكن، بس هو اللي انا كنت بقول لك الارتكل اللي انا قريتها، المقاله دي كانت بتقول ان هو المبرر هو انت بتاكل، دي حاجه تخصك انت، فانت هتاكل اللي انت عايز تاكله او اللي انت بتحب تاكله. لكن لما انت تظهر قدام الناس فانت لازم تلبس اللي الناس بتحب تشوفك فيه او حابه انها تشوفه. ليه؟ لان هم شايفين ان اصلا لبسك ده ملكيه عامه، مش ملكيه خاصه. انا متضايق بقى من فكره ملكيه. ليه ملكيه عامه مش ملكيه خاصه؟ لان انت مش بتقعد بيه في البيت، لا انت بتنزل وبتخرج وبتشوف الناس بيه. بس ممكن يبقى مش مريح. يعني مثلا انا ما بحبش فيه الوان، ما بحبش البسها، انت عارفه. احنا عندنا دلوقتي ترندز كتيره ساعات بتبقى مش مناسبه مع ناس. يعني يعني البيبي البينك ده، البيبي بينك ده، او اللي هو البينك اللايت ده خالص. ولقيت رجاله كتير قوي لابسينه، مش راكب معايا خالص. انا هو طبعا بس انت اصلا ما بتحبش الالوان. بس انا هطلع الحلقه الجايه تقريبا لابس البينك ده، هجيب لك. ايوه. لا انت بتلبسه بس مش كتير، مش بس بحس ان برضو يعني ساعات في لبس في ستايل، بس في كشمير. اصلا انت في درجات، البيبي بلو والبيبي بينك، وفي الكشمير غير البينك. لو الكلوفر اللي انت بتقول عليه ده كشمير والله. الحمد لله انه مش بينك. يعني وطبعا دي الحاجات اللي احنا بنشوفها لما بيجيبوا الوان المونيكير الكتير، اذا كان مش عارف، عارفه كل دول، عارفه التفاصيل التانية دي حلقه تانية. احنا انت عمال النهارده بتروح حلقات تانية. احنا بنتكلم عن موضوع محدد. البس اللي يلبسك وكل اللي ياكل الناس. لا مش كل اللي يعجبك. أيوة. والبس اللي يعجب الناس. حلو. انت ايه رايك في فكره ان اللبس ده دي ملكيه عامه؟ انا رافض ده تماما، لان انا في لبس ما بيريحنيش. في ستايلات مثلا الشالستور رجع، اللي هو الرجل الضيق من فوق الرجل الكبيره، وده كل الناس بيلبسوا. هل من المنطقي عشان هو الستايل فانا البسه؟ كان في حاجات البنطلونات الساقطه وباينه حته من لا مؤاخذه البوكس. ما انا مش هعمل كده. ايوه، ما هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي. ان انا بقول لك ان ساعات بيطلع ترند هو غير مناسب. بص بقى، ممكن يبقى غير مناسب اخلاقيا او عادات. أيوة. او تقاليد او مجتمع، يعني بجميع الاشكال. صح معايا. وممكن اصلا يبقى مش لايق في بقى نوع تاني، ان الترند ده ممكن يبقى مش لايق على شكل جسمي. بالزبط. او مش مناسب مع شكل جسمي. انا ممكن ابقى قصير وفي لبس معين هيبين الستايلات معينه، مثلا يبيني قصير، او ابقى طويل فيبين ديفو، او فليه؟ عشان هو ترند اروح له. يعني التيشيرتات الراوند بالنسبه للرجاله، الراوند الواسع ده بتضايقني قوي. يعني حتى لو انت فت وبتاع مش عارف. بس بص بقى، بالمناقشه اللي احنا عملناها دلوقتي ده معناه ان الناس بتعمل اللي تعجب الناس. ايوه، ما هو لان احنا دلوقتي بقينا ماشيين الناس كلها شبه بعض. برافو. انت دلوقتي يعني انا يعني مع احترامي، ودي حريه شخصيه، كل الناس اللي عايزه تحط بوتوكس فيلر الحاجات دي حريه شخصيه. بس احنا فجاه وصلنا للحته ان احنا الناس كلها بقت شبه بعض. يعني الناس كلها بقت اللي هو ايه، وعشان تعرف حد لازم تقعد تدقق قوي في ملامحه او تشوف الاسم عشان ابقى عارفه هو مين ده. عميق ولا خلينا في لطيف؟ لو عايز تقول حاجه عميقه. كان في صناعه الترندات، يعني في كذا يوتيوبر اتكلم عنها وكذا، ان عرفوا بره ان هم يصنعوا من اسماء دي ترندات، لان يحولوا الناس كلها عباره عن نسخ شبه بعض عشان نفقد المجتمعات المختلفه الهويه بتاعتها. فتبقى كلنا كما لو اننا ده تبع الجلوبلايزيشن. معلش يا جماعه ده عميق، انا عارف ساعات انتوا بتحبوش العمق، بس هو ده فعلا. خلي بالكم، بصوا كده، ان تلاقي فيه ترند مثلا لماركه معينه من شنط، فهي ممكن تلاقي ان قيمتها زيها زي اي واحده تانية، اي شنطه هتأذي الغرض، بس دي عشان دي علشان جايبها من زازا. يعني كل الحاجات دي الغرب عملها، والرأس المال، انا مش عايز اكبر الموضوع، لا قول، رأس المال عملها علشان يفقد الهويات المختلفة ويبقى هو المسيطر، فتبقى البضاعة بتاعته. يعني المصانع بضاعته ازاي؟ البضاعة بتاعته والمساعد عنانته حنا قول اللي يعجبك وقول اللي يعجب الناس.
انت فاهم قصدي؟ فدي صناعه وده توجه، ده مش يعني المثل ده ممكن يبقى موجود. واضح ان المثل مكمل معانا واحنا في اللاوعي، لان أيوة. احنا كمثل احنا رافضينه، واحنا بدايه الحلقه بنقول لا طبعا ما فيش حاجه اسمها البس اللي يعجب الناس، لكن صح. لا احنا بنجري ورا الترند اللي هو وغصب عننا دلوقتي بمصطلح الترند اللي طالع، وبتلاقي نفسك انت على الاقل ايه ده، انت مش جايبه ايتم واحده من الترند الجديد؟ ده ايه ده، انت لابسه البلوفر ده بقاله كام سنه؟ ازاي شنطتك ما فيهاش لبوبو؟ انا عادي جدا، انا عايزه اقول لكم البلوفر ده اقول لا ماشي. لا ان هو بقاله 20 سنه تقريبا يعني 21 سنه يعني من وانا في ثانوي على ما أما اتذكر ماله؟ يعني، عارف ما هو شغال ولسه حلو وجميل ولطيف. وبيدفي والله وبحبه ونوع عنه فمش عارفه يعني. هي الفكره ان انت بتجري ورا الفائع علشان تبقى شبه الحاجات، ما بتحاولش تبقى انت نفسك. يعني في بقى، يعني اقول لك على حاجه، لا قول. لا والنبي. لا والله قول. والله لا. لا خلاص انا هسكت. انا بقى بتتهميني بتكلم كتير. لا عشان كده سكت. قول. ما انا سكت. ما مش أنا هيبقى في نسيت. حلقة. ما هو ما حدش هيقول كده. يعني في مثلا في شخصيه معروفه، مش حابين نقول اسماء، بس هي ظهرت كتير قوي بالجلباب الصعيدي. فالناس ايه ده ومش عارف ايه، وهو عنده ايمان قوي ان ده اللبس اصلا بتاعنا القديم. فناس معترضين، وفي حد بيلبس كده دلوقتي او في حد بيعمل كده دلوقتي. فهو مبدئيا هو اللبس ده عاجبه، هو عايز بيدل عن هويته هو، لا يعني هو مصدقه هو. انما الناس كلها لا، ايه اللي انت لابسه ده وايه اللي انت عامله ده؟ وانا شايف ان هي حريه شخصيه، بدل ما هي ما بتاذيش عيني او ما بتاذيش المعايير الاخلاقيه المجتمعيه. ما هو دي من وجهه نظري. خلي بالك يا حبيبتي برضو، زي ما بقول لك على فكره ان راس المال طول الوقت بيحاول يسبريد مش بس بضاعته. احنا ما كملناش الحته دي. هو عايز ينشر ثقافته صح، والحاجات اللي هو عايز يقولها. اقول لك حاجه بمناسبه اللي انت قلته ده، احنا دلوقتي بقينا ما بنلبس على اللي يعجب المجتمع بتاعنا. لا، احنا بقينا بنلبس اللي بيعجب العالم كله. ايوه العالم اللي هو ديانته غير ديانتك، حضارته غير ثقافته غير ثقافته، عاداته وتقاليده طباعه. ولو ناخد بالنا ان اللبس فعلا الناس في حاجات بقت اكستريم، يعني ايه بقت في حاجات اوفر. يعني احنا طول الوقت في الوسط، يعني في ده وبيبقى فيه المحتشم وبيبقى فيه مش انا عارف ان في بعض من وخصوصا الجنزي هيتعاملوا مع اللي احنا بنقوله ده ان تتخلف. احنا الدقه قديمه. هو كده على فكره هم حرين عشان ايوه يا باشا يلبسوا اللي هم. لان انا عندي بقى ليك مفاجاه في بعض جوجل. جوجل اللي دخل حياتي ده. انت عارف ان هذا المثل ضد حقوق الانسان؟ ضد حقوق الانسان. ايه ده؟ المثل ده ضد حقوق الانسان. ليه بقى؟ علشان مفيش حاجه بتقولك كده. هو الهدف من اللبس المفروض ان انت تستر نفسك بس ده الهدف. هو مش ملك للعامه وتتدفى لو انت ولو الجو برد تراب، العوامل دي هو ده الهدف من اللبس، ان انت تدفي نفسك تستر نفسك تبقى. لكن هو ملوش اي علاقه ولا ترند ولا البس اللي عاجب الناس ولا ده مش موجود يعني. ده ضد حقوق الانسان اصلا المثل. فانا ضحكت جدا ما كنتش اعرف، بس شيء غريب جدا. بس هو برضو فكره ان الواقع بيخلينا طول الوقت عايزين نبان افضل ونبان احسن. انت طول الوقت بتبقى عايز بس بص، في ناس بتبقى خارجه من البيت او بتلبس او حتى بيعملوا فيديوهات او اي حاجه كده، هم كل اللي مستنيينه كومنت بيقول الله شكلك حلو، ايه الشياكه دي، ايه الحلاوه دي. ده شيء تافه جدا. بس ممكن ده يبقى حاجه بتاثر في حياتهم، فهم ممكن يبتدوا. طب مش هو مش الاهم فعلا اللي انتوا اتكلمتوا فيه ده موضوع كويس فعلا، بتدونا طاقه ايجابيه فاهمه. ماشي، بس في ناس بتبقى هي عايزه تسمع الاستحسان ده من الناس، ان ايه ده شكلك كويس، أيوة ايه ده شكلك حلو. بس بس هو غصب عنك لو انت فضلت ماشي وراه ممكن تلاقي نفسك فجاه بتلبس حاجات بقى مش أيوة. انت بتلبسها عشان الناس تقولك ايه الله ده، حلو الله ده حلو، الله مش عشان هي مريحه. يعني انا دلوقتي معرفش بقى دي فتره سنيه ولا ده الكبر. بس انا بقيت طول الوقت رايحه لللبس المريح. انا عايزه ابقى مرتاحه، ده الطبيعي اصلا. عايزه اللبس المريح. انا رايي ان المثل المفروض يتعدل من كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك. ده وجهه نظري. انا عايزه اقول لك بقى ان في ابديت للمثل. يلا بينا. كل اللي يعجبك البس اللي يعجبك اعمل اللي يعجبك. ايوه، ومالكش دعوه بالناس وما تشغلش بالك بالناس. حاجه كده. مين اللي عمل الابديت؟ مش عارفين، عايزينه. ريم احمد. لا انا لقيته على جوجل. لسه عاملاه دلوقتي. لا لقيته على جوجل. هو جوجل ده لازم نقطع علاقتنا دي. انا همسح رقمه من عندك. ليه؟ والله بيجيب لي ارتكلز وبيجيب لي
اراء كتيره اتكلمنا قبل كده في حلقه عن استخدام التكنولوجيا والاي اي والحاجات دي، حسب الانبوت اللي انت بتحطه الاوتبوت بيطلع. فاحنا عايزين رايكم يا جماعه، هل كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، اللي هو المثل ولا عادي الابديت بتاعه كل اللي يعجبك، البس اللي يعجبك، اعمل اللي يعجبك وما تشغلش بالك بالناس؟ ايه الكلام؟ لاول مره انا هتفق مع ريم لو هي متفقه مع المثل التاني، لان أيوة. المثل التاني افضل. بس ممكن يبقى ليكوا رأي تاني ان انت لازم تخلي بالك من الناس، لان انا شخصيا انا باكل اللي يعجب الناس وبلبس اللي يعجب الناس. اصلا في الاخر في الاخر انت طلعت حبيس المثل في انا اللاوعي، حبيس المجتمع. ما هو ده اللي انا بقوله، ان احنا دلوقتي احنا فعلا طلعنا، يعني انا غصب عني ساعات بقع، بس بمسك نفسي بحاول اللي هو ايه، حتى لو هجيب حاجه ترند او انا هبقى علشان الناس كلها جايباها، بحارب نفسي جدا ان انا ما اجيبهاش، ولو جبتها بجيب قطعه، بجيب حاجه وبتبقى فعلا عجباني. وانت عارف ان انا ساعات بتحط في صراع داخلي في ان هي حاجه عجباني وداخله دماغي وانا عايزاها، بس مش عايزه اجيبها علشان ما بقاش بعمل زي الناس. يعني انا مثلا ماما الله يرحمها كانت مربيانا طول الوقت على فكره ان انا لو انا قلت لها ان فستان مثلا فلانه عجبني، ايوه حكيتي، مفيش حاجه اسمها تلبسي زي حد. انا لحد دلوقتي عندي الموضوع ده. انا لو انا لبست حاجه ولقيت حد شبه يعني لابسها، بعمل حاجه من الاثنين، يا اما ما بتتلبسش تاني، يا اما بقوم عامله اعاده تدوير للقطعه عشان تبقى بشكل مختلف او بشكل يونيك، لان انا لازم احس ان انا سبيشال، انا لازم احس ان انا مختلفه. ما هو ده انا بتكلم فيه، ما تحاولش كلنا نسخ من بعض. اقول لك على حاجه تانية برضو انا بحاول اعملها طول الوقت، لما مثلا ايه في قصه بتنزل انا بحب اغير شكلي طول الوقت بطبيعه شغلي، يعني لان كل كاركتر المفروض يبقى ليه شكل، المفروض ان انت طول الوقت تغير شكلك. انت خاسس؟ لا بالعكس انا موجه. ففي مثلا حلقه تنزل تبقى هي الترند دلوقتي، بتحصل كتير قوي معاكم. عارفه انا بعمل ايه بقى؟ انا بخش اعمل سيرش هل دي ليها معنى. لان في حلقه شعر عاديه او شكل سكسوكه او مش عارف، دي بيبقى ليها معاني، يعني دي ممكن ابقى اجمع لك من الحاجات اللي دورتوا فيها ان دي هتعجب الولاد والبنات برضو عشان يبقوا فاهمين. التيشيرت لو زي ده مكتوب يبقى ايه المكتوب عليه. دي مهمه، دي مهمه جدا. ويعني بطلب من الناس اللي حواليا خلي بالك لو انت بتلبس حاجه مطبوعه او عليها كلام او حاجه تبقى فاهم ايه اللي مكتوب عليها، او لو رسمه حاول افهم لان ده ممكن يبقى ليه مدلول. ودي حصلت معايا فاكره مره وانا واحد من الناس بيركز جدا في الحاجات انا واحد من الناس اللي بركز جدا في الحاجات دي، وافاجئ ان انا جبت تيشرت كان عليه سيل، فواحد صديقي عزيز عليا قوي قال لي طه هو انت عارف الرسمه دي بتاعت رسام اسمه ايه؟ فقلت له لا ثانيه كده، فبص انا عارف انها بتاعت رسام بس مش مركز. قال لي طب ما تيجي اكلمك شويه عن الرسام ده، ميول شاذه جدا، افكار لا تناسبني انا شخصيا. الحمد لله التيشيرت ده تحول ان هو اصبح قطعه مطبخ. ده حقيقي، يعني ما قدرش يشوفوا ايوه يعني لان دي مش يعني حتى قمت انا قال له طب خلاص البسه في البيت وبتاع لي، لا ولا حتى في البيت ما قدرش. ايوه لان ساعات ده يدل على شخصيتك، لبسك يدل على شخصيتك، مش فكره بقى يعجب الاخرين او لا. يعني لما تقول مثلا انا داخل مكان معين لازم البس له لبس معين، ده بقى ده معنى تاني. انا عايز اصدق ده جاي من المثل. تعالى ده هنروح له تاني، بس قبل ما نطلع على طول، التيشيرت ده عشان اكون امينه كان شكله حلو جدا والرسمه بتاعته حلوه جدا، بس فعلا غاب عن نظرنا ان هي فعلا بتدعو لحاجه مش حلوه، لحاجه مش لطيفه خالص، يعني حاجه وحشه جدا. بس ما خدناش بالنا احنا الاثنين، وانا كنت معاه وهو بيشتري التيشيرت، وده فعلا مضمون السم في العسل. هو 2 كبار متزوجين ايوه ويعولوا يعني كبار وواخدين بالنا، ومع ذلك احنا غاب عن نظرنا التيشيرت وخدوه واشتراه ولبسه وما خدش باله. وعايز اقول لك انت خرجت بيه كذا مره ما حدش خد باله. ايوه حضرت فيه ايفنتات على فكره، يعني تحولت الى بني ادم يدعو لده. تخيل وانت مش واخد بالك اصلا، وانا اصلا مش واخد بالي ومش مركز. فده مسؤوليه انت قدام يعني لو مع اصحابك لما بتعرف على ناس جديده اللي انت لابسه ده اول زي الكارت بتاعك كده، مش بيقولوا الكتاب بيتعرف من عنوانه، بيبقى لبسك باين انت لابس ازاي.
يعني وفي مثلا انا بس اللي انت بتقوله ده معناه ان اللبس مهم جدا ان هو يبقى بيعبر عن شخصيتك. فيبقى البس اللي يعجبك، البس اللي يناسب شخصيتك. ايوه ويعجب. البس اللي انت عايز تقدم نفسك بيه للناس، بس اللي هو يبقى حقيقي. اي ما هو طبعا، بقى ما احنا بنتكلم على موضوع يعني مثلا انا لما بلاقي حد موجود في مكان لابس، هو المكان ده مكان سبور او ولابس كلاسيك او فورمال، فببتدي ابقى عايز افهم هو عايز يوصل ايه بان هو يبقى لابس فورمال. ممكن يبقى لابس حاجه سيمي فورمال، او هو عايز يوصل ان هو منضبط وديسنت، بس ما بقاش لابس مش لابس جرافطه مش اللي هو يعني كده تكسيدو ورايح أيوة بيها مكان مكان عادي. ممكن ابقى لابس بدله بس تحتيها بولو هاي مثلا او تي شيرت بيزك او على اساس ده الستايل بتاعك او ده الستايل اللي انت بتحبه، بس وظفت فيه أيوة. اللي هو مناسب مع المكان او مع شكل الخروجه، مش علشان يعجب برضو الناس، لا ده علشان انت دي كينونتك وانت بالزبط. ما تقدرش تلبس كاجوال مثلا في ناس الهودي والحاجات دي ما بتبقاش، فما ينفعش احضر بيهم ميتنج رسمي صح ولا لا؟ يعني الهودي والبتاع ده هل ينفع احضر بيهم ميتنج رسمي؟ دي برضو حاجه جديده، ودي للجيل الصغير. هم بيعملوا كده ايوه ما عندهمش فكره الثقافه بتاعت انا لبس مريح بتاع، بس انا مثلا رايحه اتفرج على عرض، او انا رايحه عندي ميتنج شغل، او انا رايحه خارجه السوبر ماركت، انا ما ينفعش اللبس اللي انا هلبسه هو هنا. ايوه دي حاجات مختلفه. كل لبس كل مقام. بس هو خلينا متفقين ان الجيل الاصغر مننا بشويه دول هم ما بيعتمدوش الكلام اللي احنا بنقوله، ما انا عارفه على السكه. الكلام ده بالنسبه لهم هكس. انا عارف كويس قوي ان انتوا ممكن لو شفتوا الريل ده تعملوا له unlike يعني انتوا فاهمين، بس والله ده هيفرق معاكم، لان احنا واحنا في سنكم كان برضو عندنا برضو الحاجات دي، وكل جيل بيقول الجيل اللي اصغر منه، فمش فكره صراع اجيال على قد ما انت بس خلي بالك انت عباره عن يافطه كارت عنوان غلاف كتاب عن بيتك، عن شخصيتك، عن حاجات كتيرة، كل الحاجات دي. والله هو دلوقتي كمان اللبس بقى فعلا سهل، وبقى يعني بسيط وسهل ان انت تعرف تجيب اللي يعبر عنك واللي يعبر عن شخصيتك، وفي نفس الوقت يبقى مناسب للحدث. صحيح. يعني احنا مؤخرا بقى الموضوع زايد اكتر، او معرفش هل ممكن علشان ثقافيا الموضوع ده تطور عندنا، فكرة الدريس كود. يعني كويسة. ده ما كانش موجود زمان، وكنت انا على فكرة عارفة ليه ما كانش موجود زمان؟ علشان كان ضمنيا معروف. لا ضمنيا معروف، فرح هجيب بدلة مفهوم يعني، انت فاهمة قصدي؟ انما دلوقتي الافراح بجينز ساعات بيقول لك الدريس كود شورت ايوه لو حاجة على البحر ولا حاجة كده. بس برضو ده يعني هو انا حابة فكرة ان هم يبقى دريس كود، ابقى انا بالعكس ابقى انا رايحة عارفة. أيوة. لان ساعات بتفضل مش عارف، طب انا المكان ده طب بيتلبس له ايه، طب انا البس ايه، طب ده محتاج بقى فستان سواري، لا هنا بقى المهم عارفه ايه، كاجوال، لا محتاج فورمال، تبقى مش عارف. هنا عارفه بقى المهم جدا يبقى ايه البوفيه عشان اكل اللي يعجبني البس الدريس كود بتاعهم، بس اكل البوفيه اللي يعجبني. بس البوفيه المام سوشي خلاص، السوشي بقى صعب خلاص بقى، بس لسه في ناس تجيب لنا سوشي، تجيب لنا السوشي بقى غالي قوي يا جماعه. هو الاكل البلد بقت غالي، الحياه غاليه سريعه قوي، غاليه قوي. بس مش مشكله، احنا هنعافر اكتر ونشتغل اكتر 26 ونشتغل على نفسنا اكتر بالظبط، ونحقق ونبقى ايجابيين عايزين. حلقه كانت خفيفه لطيفه ظريفه. قلنا نستفيد بفكره ان احنا بنقول امثال شعبيه غلط، فابتدينا نجيب الامثال الشعبيه الصح نقولها. وسرشت لك عنها، وكمان عملت عليها سيرش. بيتريق على سيرشتي. لا السيرشاتها وهي المرجع، ما نقدرش انا المرجع. كل سنه وانتم طيبه، ربنا يعيد عليك ايام بسعاده وهنا وورد. كل سنه وانتم طيبين. حلقه من حلقاتنا مع بودكاست بيتنا. ممكن ريم تقفل عشان انا كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم يا رب، وعلى كل الناس وعلى كل حبايبكم، ويا رب نحقق كل اللي نفسنا فيه، وتبقى فتحه خير على كل الناس، وعلى فتحه خير على بيوتنا وعلى بلدنا وعلى مصر كلها بكل شعبها اللي في كل البلاد. يعني دي جملة ملهاش تفسير معين، نخش على جوجل نسأل. لا انا اقصد ان مصر بالشعب المصري. أيوة. وعندنا ناس عايشة في بلاد تانية، فيعني دول ننساهم، دول مش ولادنا،
ما ندعي لهمش في الغربه يعني. ايوه ما هم في الغربه. شادي. لا ندعي لهم، ندعي لهم ويا رب كده كله يحقق امانيه ويحقق كل اللي نفسه فيه، وسنه سعيده 26 26 احنا رحنا المستقبل ده بتاع اقفل الحلقه ونبقى عاصمه 20 يا باشا انا بقول لك سنه سعيده. كل سنه وانتم طيبين. باي باي. ومالكوش دعوه، انا مالكوش دعوه بطه. ركزوا آسف. معايا ركزوا معايا ركزوا معايا. وطبعا هو عشان اخويا اللي بيمنتج فهيقطع عليها كل خلي الكلام الكاميرا ده. معايا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم 26 2026 بيتنا بودكاست. ما طه تنسوش خليفه ريم احمد. ما تنسوش لايك، سبسكرايب، شير، ما تنسوش ريبوست. يلا باي باي.